من رام وصل الشمس حاك خيوطها. اخواني السلام عليكم. هذا الفيديو مخصص الطلاب السادس الاعدادي. انا ما صورت هذا الفيديو، نزلته على التيك توك لما امتحنوا طلاب الكليات او طلاب الثالث متوسط او طلاب الصفوف غير المنتهية، ولكن صورته وراح انشره على التيك توك لما حيبدون يمتحنون طلاب السادس الاعدادي. انا الباحث اقلب بالاحصائيات فلقيت انه قرابه ل 30% من متابعيني اعمارهم تتراوح بين ال 18 وال 24 سنه. تمام. السادس الاعدادي قانونيا 18 سنه، روح سنتين رسوب 20 سنه، ممكن سنه عدم رسوب هاي 21 سنه، يعني بين ال 18 وال 21 سنه نسبة كلش كبيرة من عندهم بالسادس اعدادي. اخواني نصيحة من اخ اكبر من عندكم سواء ولد او بنات، اتركوا الانترنت هاي الفترة. لربما يجيني واحد يقول انا السنة كلها ما قريت، شلون يعني هاي الفترة يعني هي اللي حتحدد مصيري؟ انا حعيش سنة، لا تعيش سنة، انت اقرا بهاي الفترة لربما تجاوب على اسئلة، لربما اللي قريته يجيك بالامتحان. هاي شغلة اللغة. انا اعرف هواية ناس ما يقرا السنة كلها بالسادس اعدادي ويقرا بهاي الفترة ال40 يوم قبل الامتحان باسبوعين ثلاثة، وطلعوا الكليات لبالهم وراحوا وكونوا حياتهم. اكو ناس حيقولوا لي يا معود هو ماكو تعيين بالعراق، يعني اذا ما نروح طبية وتعيين مركزي احنا ما راح نشتغل. لا، هذا التفكير مو صحيح. انا اعرف هواية ناس راحوا كليات ما بيها تعيين مركزي، بس هاي الكليات او اختصاصهم اللي بهاي الكليات هم يحبون هذا الاختصاص، لذلك لما تخرجوا بدعوا بالعمل الخاص. فنصيحة اتركوا الانترنت بهاي الفترة. طبعا دا اصور بالبستان لان يجوز اذا اصور بالبيت الفيديو ما ينتشر. التيك توك حدد انه حسابي ينتمي الى المحتوى الزراعي، فدا اصور بالبستان. على طاري من رام اصل الشمس حاك خيوطها، هواية بساتين قالوا يابا صار عطش ماتت البساتين شحة بالماي شو نسوي؟ يتشكون. احنا ما سوينا هيك، احنا رحنا جبنا اشخاص يبحثون عن المياه الجوفيه، عندهم اجهزه تبحث عن المياه الجوفيه وتحدد اماكن بيها مياه حلوه واماكن بيها مياه مالحه، وحفرنا بير على هذا الاساس، والبير الحمد لله طلع زين والماء مالته لا باس به، والبستان ردت انحيت من جده وجديد. يعني بين قوسين لا الظل قاعد وتتحسر، الظل قاعد وتتشكى، الظل قاعد وسادس يخوف كذا، لا تفكرون هيك شيء. وبنفس الوقت انا اطلب من اللي راح يشوفون الفيديو هذا دعوة 40 غريب مستجابة، ادعوا لكل طلاب السادس اعدادي. وبنفس الوقت انا عندي يوم 20 امتحان تنافسي وماجستير، اللي اطلبه من عندكم انه ادعوا لي ايضا، انا هم محتاج دعاءكم، واذا انقبلت الحمد لله، واذا ما انقبلت فبالتوفيق للي انقبلوا، وبالتوفيق ايضا للي ما راح ينقبلون. تقبلوا تحياتي، اخوكم علي الشيباني.